انقلاب مفاجئ في حفل الكرة الذهبية. عثمان ديمبلي يتوج بعد مسيرة صعوبة وإصرار في مفاجأة كبيرة قلبت كل التوقعات. انتزع الفرنسي عثمان ديمبلي نادي باريس سان جيرمان جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، محولا الأنظار عن المرشح الأبرز النجم الصاعد لامين يامال نجم برشلونة. جاء التتويج خلال الحفل العالمي الذي نظمته مجلة فرانسيس فوتبول في أحد المسارح العريقة بباريس يوم الاثنين. من الهامش إلى القمة، أنهى ديمبلي موسم 2024-2025 بإحصاءات مذهلة: 35 هدفا و16 تمريرة حاسمة في 53 مباراة، قائدا فريقه إلى تحقيق تاريخ دوري أبطال أوروبا، الدوري المحلي، الكأس والسوبر الأوروبي. وفي ليلة تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري الأبطال، تنبأ مدربه إنريكي بهذه اللحظة قائلا: سأعطي الكرة الذهبية لعثمان ديمبلي. وكانت نبوءته تحققت بأجمل صورة، ليكتب ديمبلي فصلا جديدا.